السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. يلا بينا النهاردة نعمل تغيير في الغدا يا ست الكل بحاجات بسيطة جدا. جبنا كيلو من الدقيق. أول حاجة دول كوبايتين ونص. تعالي أنا هعمل معاكي بيتزاية كده خفيفة ولذيذة ومش مكلفة قوي كده، وخلينا نقول على بركة الله. أول حاجة كوبايتين ونص من الدقيق معاكي، هننزل عليهم كده بمعلقتين صغيرين من الخميره. مش هكتر خميره لاني هركن وقت طويل. هنا بقى انا ولا هحط الخميره في ميه دافيه ولا كده، لاني هركن. في فرق ان انا هركنها وقت طويل. زي ما انت شايفه شويه ملح صغيرين جدا، ربع معلقه سكر، 4 معالق من الزيت. اظن بسيطه هو، ولا لبن بودر ولا اي حاجه. يلا نقلبهم كده في بعض بسم الله. انا هعمل ايه النهارده غدا؟ والله انا هعمل بسم الله كده. جبت كوبايه من ميه، نزلت بنصها واتعاملت الاول بالمعلقه. لسه طبعا عايزه ميه تاني، فهنزل برضو بربع كوبايه واسيب برضو الربع للاخر. انا النهارده هعمل غدا كده لذيذ وسريع في نفس الوقت. انا الصبح بدري دلوقتي ممكن تعملي العجينه زي ما انا هعمل كده وتركنيها لحد الساعه 5 ما تيجي تعملي الغدا. بصي العجينه هنا بعد ما بدات اعجن فيها شويه بايدي، شايفه ناشفه ازاي؟ عايزه حوالي كده 3 معالق من الميه. انا مش هستخدم الكوبايه كلها. طب انا هركن العجينه فين لو انا هستخدمها على الساعه 5 واحنا لسه الصبح بدري؟ وطبعا احنا في الصيف في الحر ما ينفعش تسيبيها بره. بعد ما ترتاح، بعد وقت من نص ساعه من عجنها، هدخلها التلاجة في علبه مقفوله ما يجرالهاش اي حاجه. بعجن عجينه واسيبها في الفريزر يا جماعه للبيتزا لاي حاجه. وبعد مثلا عايزه استخدمها بطلعها قبليها حوالي، لو في الفريزر بطلعها قبليها بساعه، ولو في التلاجة العاديه عايزه اشتغل فيها، لاني طبعا ممكن لما ارجع بعد الظهر ان شاء الله مش لسه هعجن واسيبها ترتاح ساعتين. طب انت لو هتشتغلي فيها على طول يعني هتعملي قد ايه؟ تسيبيها ترتاح قد ايه؟ بصي يا ست الكل، العجين كل ما سبتيه يرتاح كل ما يداكي نتيجه احسن. يعني اقل حاجه طبعا لو انت هتشتغلي فيها على طول سيبيها ترتاح ساعتين. زي ما انت شايفه اهو بعد 10 دقايق، شايفه العجينه بقت عامله ازاي؟ خلاص بالنسبه لي كده. خدت قد ايه ميه؟ بصي خدت كوبايه الا ربع، الا حاجه بسيطه جدا يعني. وطبعا انا هنا الدقيق هو اللي، كل الدقيق بيختلف عن المكان التاني. هنعمل ايه دلوقتي يا ست الكل؟ عشان احنا قلنا هنركن وقت طويل. هنحطها في علبه مقفوله، دهنة زيت كده على وشها من فوق، وسيبيها نص ساعه على بال ما نعجن العجينه التانية اهو. وبعد كده هندخلها التلاجة، سواء هي ولا العجينه التانية. بعد كده ما خلصنا عجينه البيتزا، نعمل بقى عجينه الفطاير. انا هعمل فطاير صغيره باللحمه المفرومه كده جنب البيتزا. معلقه زي ما انت شايفه كده، معلقه من اللي بنقلب بيها الشاي سكر خلاص، وزودي لي كمان ربع عليها، ربع معلقه من الملح، نفس الطبق اللي احنا عملنا فيه الاولاني. دول ايه بقى يا ست الكل؟ دول 3 معالق سمنه عليهم ربع كوبايه من الزيت. بسم الله كده زي ما انت شايفه. نديهم بقى كده تقليبه الاول في بعض. هنا انا حاطه قد ايه دقيق؟ انا هنا حاطه 3 كوبايات ونص. يبقى خليت كيلو دقيق انا قسمته ما بين الفطاير وما بين البيتزايه. بعد ما هقلب كويس كده بسم الله هننزل بنص كوبايه الميه ونشوف الدنيا ايه. هنا الدقيق اكتر، فتقريبا كده انا هحتاج كوبايه الميه كلها. زي ما انا شايفه طبعا العجينه قدامي هتحتاج كوبايه الميه كلها. سبت بقى المعلقه كده وهبدا اعجن بايدي، وجبت كمان جنبي شويه ميه علشان لو احتجت. حوالي كده 3 معالق لسه هشوف، بس غالبا ان هي برضو هتحتاج ميه، حتى لو مثلا هنضيف معلقتين ولا حاجه. لان العجينه طول ما هي ناشفه، لو بتعجني بلبن يبقى عايزه لبن، ولو بتعجني بميه يبقى عايزه شويه ميه. بسم الله كده دول حوالي معلقتين. طول ما انا بعجن العجين كويس جدا في الطبق زي ما انت شايفه كده، ما بحتاجش ان انا اروح واجي في على الرخامه. وخصوصا طبعا ان انا الرخامه عندي ضيقه جدا والله يا جماعه. فهنا هكتر شويه الزيت شويه. بفكرك يا ست الكل ان العجينه دي مختلفه غير عجينه البيتزا. هنا استخدمت زيت وسمنه، والتانية استخدمت لها خميره. هنا ما حطيتش ولا خميره ولا بيكنج باودر. غطي واركني وبراحتك بقى. هنا كترت شويه الزيت شويه، يعني حطيت لها تقدري تقولي ربع كوبايه من فوق وشها. الحشوه الفطاير الصغيره، نص معلقه قرفه، دي لحمه مفرومه بس ازيد من ربع، حاجه بسيطه. نص معلقه ملح صغيره، ومعلقه من الفلفل الاسمر،
ربع بهارات لحمه صغير وربع بابريكا. الطبق ده بقى فيه ايه؟ هما هنا ما بيحبوش عندي الطماطم في المعجنات. عندي حبايه من الفلفل الرومي الاحمر، وعندي زيها واحده خضره، ودول شويه زيتون متقطعين. طبعا انا عامله الفلفل للبيتزايه والكمان ان انا اعمل بيها المفروم. حطيت شويه كده هنا فلفل اخضر واحمر وبس كده. نديهم بقى تقليبه قويه. عملناهم كور صغيره كده زي ما انت شايفه. ادي حجم الكوره. عجينه مرتاحه وتمام التمام. فردت العجينه كده بسم الله. هقطعها كده بصي زي ما انت شايفه كده كور صغيره. خلاص ما ضفتش اي حاجه. انا مش هستخدم بقى غير شويه زيت بس علشان احمر بيها الفطاير. زي ما انت شايفه كده هكورهم وهركنهم على جنب. خلاص زي ما انت شايفه ادي حجم الكوره. صينيه كبيره بقى مقاس 32 زي ما انت شايفه كده علشان اعمل فيها البيتزا البسيطه بتاعتنا. مره تانية ان شاء الله هنعمل بقى ايه كده، حبه بيتزا حلوين كده. عجينه مرتاحه مش قادره اقولك. اول ما جيت طبعا اول حاجه عملتها ان انا اطلعها من التلاجة واسيبها بقى لما تهدى. هي كبرها نص ساعه ست الكل وهتلاقيها هدت معاكي. هتتفرد بسهوله جدا زي ما انت شايفه كده. والله ما كملت نص دقيقه. شايفه الجمال والحلاوه بتتفرد بمنتهى السهوله. كل ما كان العجين مرتاح معاكي براحتك يا ست الكل. ساعات بيبقى متفضل مني عجينه زياده، سواء مثلا عملت بيتزا او عملت اي حاجه بحطها في الفريزر واشيلها، وقبل ما استخدمها بسيبها كمان بالاسبوعين، وقبل ما استخدمها بطلعها قبليها بحبه. زي ما انت شايفه اهي فردناها اهي. والله هي نص دقيقه اللي اخدتها. طبعا احنا دهنين الصينيه ارض زيت. ارضيه الصينيه دهنينها زيت. بصي هنا جبت ايه؟ جبت معلقه صلصه مش مليانه من اللي هي المعلبات. حطيت عليها حوالي معلقه كاتشب، شويه فلفل اسمر، سنه ملح صغيره جدا. هنا بقى بسم الله كده. انا طالما عملت الفطاير الصغيره دي بلحمه فهم قالوا لي لا احنا طبعا، وانا كمان معاهم ومن رايهم ان انا اعمل البيتزايه دي كده بالجبن والفلفل والزيتون بس مش اكتر من كده. الزيتون ده زيتون حلقات بس احنا مقطعينه عشان هما بيحبوا الحاجه كده تبقى متقطعه صغير. وكمان الفلفل الاخضر. والله بصي هي على بساطتها دي بتبقى طعمها مش قادره اقولك قد ايه، زي اللي بتتجاب من بره فيها الجبن بس. كمان شويه من الفلفل الاحمر. نجيب بقى شويه جبن كده. يلا. وفرن طبعا متسخن قبليها، وشويه الموتزاريلا دول فرن متسخن قبليها كده بحوالي 10 دقايق. هنحطها طبعا على الصاجة، على الشبكة، ويعني قريبة كده من الصاجة. هنا انا بجيب جبنة سايبة مش بجيب نوع معين، بس طبعا بجيب من حد مضمون زي ما انت شايفة كده. دخلي على الفرن على طول. بالنسبة لي بقى الفطاير دي طول الصيف يا ست الكل راحة بحر راحة جنينة بقى يا ست الكل مش قادرة اقولك. يعني المنقذة كده واحسن كتير واوفر كتير وانضف كتير والله من اكل بره. زي ما انت شايفه السهوله، شايفه الجمال والحلاوه. اقفليها كويس بس الاول كده من الطبقه اللي تحت. اقفليها كويس جدا وافردي بالسهوله والحلاوه دي يا ست الكل. عجينه مرتاحه جدا. هو ده بصي الجمال بعينه. شايفه الجمال والحلاوه. واحده كمان يا ست الكل ممكن تحشيها صدق، ممكن تحشيها قطع فراخ، احشيها زي ما انت عايزه. بس مش قادره اقولك جمالها والله بيبقى قد ايه. حلوه كده وحاجه خفيفه وحاجه كده جميله. ينفع صينيه بقى على البوتاجاز كده فيها حبه زيت. بصوا كده انا بحط من المكان اللي ايه مش مقفول اهو. نار هاديه وما نقلبهاش الا لما تاخد السوا الكامل. يلا نقلب بقى بسم الله يا سيدي على الجمال. دي حطيتها اخر واحده فهنسيبها. شايفه الجمال والحلاوه. على حاجه بغطا بقى نحطها فيها ونغطيها كده لحد ما نكمل الباقي.
شايفه البيتزايه البسيطه بتاعتنا، شايفه الجمال والحلاوه والفطاير اللي باللحمه. اظن ست الكل احنا بقينا عشره دلوقتي وعارفه ان الرخامه طبعا ضيقه. يلا بينا نقطع ونشوف. اول حاجه كده بسم الله، بصي الفطاير التحفه بتاعتنا دي السهله اللذيذه كده، الجمال والحلاوه دي، والطعم خطير جدا. هنا بقى احنا كده بنحب البيتزايه متحمره كويس جدا يا ست الكل. شايفه الجمال والحلاوه. انا بالنسبه لي الارتفاع ده كويس جدا للبيتزايه. الله على الجمال، مش قادره اقول لك والله، برغم ان هي بجبن بس مش قادره اقول لك جمالها قد ايه. بسم الله. التغيير حلو برضو يا ست الكل، ولو عجبتك القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد، واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.